خاتم سحري ليه قدرات وقوة خارقة، وروايات غريبة وعجيبة عن سرقة الشيطان للخاتم ده. ويا ترى ازاي رجع الخاتم ده تاني لصاحبه؟ خاتم سليمان السحري بيقولك إن الخاتم ده ربنا أنعم بيه على النبي سليمان لتسخير الجن والشياطين والتواصل كمان مع الحيوانات والريح، ويقال إن الخاتم ده ليه قدرة خارقة في معالجة الأمراض الجسدية والنفسية. ومن ضمن القصص الجميلة اللي بتوضح علاقة النبي سليمان بالحيوانات إن في يوم جمع سيدنا سليمان جنوده من الإنس والجن والطير والدواب وأمرهم بالسير في صفوف منتظمة، وكان من بين المحطات اللي لازم يعدوا عليها هو وادي النمل. فنملة من النمل الموجود أطلقت صافرات الإنذار في كل المملكة، حالة طوارئ بالنسبة للنمل. ليه؟ علشان تطلب منهم إنهم يدخلوا بيوتهم من خوفها إن يدوسهم النبي سليمان وجيشه من غير ما يشعروا. النبي سليمان سمعها وفهم كلامها، فضحك سيدنا سليمان وشكر ربنا على النعمة دي إنه قدر يفهم كلامها، وأمر جيشه إنهم يمشوا ببطء شديد عشان النمل يقدروا يدخلوا بيوتهم وما يتعرضوش لأي أذى. وبيقولك بقى يا سيدي إن خاتم سيدنا سليمان مصنوع من 7 معادن: الرصاص والقصدير والحديد والذهب والنحاس والزئبق والفضة. ده بيقولك كمان إن المعادن دي لها قدرة خارقة على رد شر الجن والشياطين والتحكم فيها، ولكن الكلام ده مش مذكور في نص موثق. وجي كمان في كتاب أعجب الأساطير للمؤلف عصام عبد الفتاح إن خاتم سليمان خاتم سحري امتلكه سيدنا سليمان وأعطاه القدرة على قيادة الجن والحديث مع الحيوانات. طب الخاتم ده شكله إيه بالظبط؟ مش معروف شكله، لكن في رسوم بتوضح إنه محفور عليه النجمة السداسية. طب لو فعلا الخاتم ده موجود، هو فين دلوقتي؟ والحقيقة بقى إن الخاتم مش موجود ومحدش لقاه لحد النهاردة. وهنا بقى اختلفت الآراء، في اللي قالك إن محدش لقاه لأنه مش موجود أصلا وهو مجرد أسطورة نقلتها الناس على مر العصور، وفي اللي قالك إن محدش لقى الخاتم بناء على طلب سيدنا سليمان، لأنه طلب من ربنا ملك محدش يحصل عليه بعده، وده مذكور في القرآن الكريم في سورة صاد. تعالوا بقى أما أحكي لكم أسطورة خاتم سيدنا سليمان. انتشرت الروايات والأساطير حول خاتم سيدنا سليمان اللي اتقال عنه إنه سحري. اسمع بقى يا سيدي، من ضمن الروايات دي إن النبي سليمان خلع الخاتم واداه لواحدة من زوجاته. مين بقى اللي استغل الموقف؟ الشيطان اللي اسمه صخر، واتنكر في هيئة النبي وراح لزوجة سيدنا سليمان وطلب منها الخاتم، فادته الخاتم لأنها كانت فاكرة إنه النبي سليمان. وهنا بقى يجي السؤال المهم، ازاي الخاتم رجع لسيدنا سليمان تاني؟ وده اللي هينقلنا للرواية التانية اللي بتقول ان سيدنا سليمان لما رجع لزوجته وطلب منها الخاتم ما عرفتهوش، لانها اعتقدت ان هي ادت الخاتم لسيدنا سليمان وخرجته بره القصر واشتغل صياد وكانت اجرته سمكتين، وفي رواية تانية سمكة واحدة. وبعد 40 يوم لقى سيدنا سليمان الخاتم في بطن سمكة. طب ازاي وصل الخاتم لبطن السمكة؟ الرواية بتقول إن خلال وجود النبي سليمان بره القصر لما كان صياد، كانت تصرفات الشياطين جوه القصر غريبة جدا، وعلى الرغم إنه كان متنكر في هيئة النبي سليمان لكن الكل كان شاكك فيه، لأن دي مش تصرفات النبي سليمان. ووزير النبي آصف بن برخية هو اللي شك، فسأل كل اللي في القصر فأكدوا فعلا إن هم كمان شاكين في تصرفاته. فسأل زوجاته اللي برضو أكدوا إنه أخلاقه مش شبه أخلاق سيدنا سليمان. فالوزير واجه الشيطان اللي هرب لما حس إنه اتكشف، وهو بيهرب وقع الخاتم من صباعه فوق البحر وبلعته السمكة اللي وصلت لسيدنا سليمان بعد 40 يوم من عمله كصياد بحسب كلام الرواية. طب هو ليه سيدنا سليمان خسر الخاتم 40 يوم بالظبط؟ في روايات كتير بتفسر الموضوع ده. يقال إن سيدنا سليمان غزا بجيشه اللي وصل ل1,000,000 جندي مدينة بحرية اسمها صيدون اللي هي صيدا حاليا، واتجوز من بنت ملك صيدون اللي كان اسمها جرادة وكانت جميلة جدا. ورجع النبي سليمان لمملكته مع زوجته الجديدة، فحزنت زوجته دي حزن شديد فسألها عن حزنها، فقالت له إنها اشتاقت لأبوها وطلبت منه إنها تعمل تمثال يفكرها بأبوها، وفي رواية تانية طلبت لوحة. فوافق سيدنا سليمان، ولكن زوجته دي ما كانتش عايزة التمثال عشان يفكرها بأبوها، دي كانت عايزاه عشان تعبده، وكانت بتوهم سيدنا سليمان إنها بتعبد ربنا سبحانه وتعالى، ولكن في الحقيقة كانت بتجمع الجواري علشان يعبدوا التمثال ده.
ويقال إن بعد 40 يوم عرف النبي سليمان وغضب غضب شديد جدا وكسر التمثال، وعشان كده ربنا سمح بإن سيدنا سليمان يخسر الخاتم وملكه 40 يوم، ده بحسب كلام الرواية. طب تفتكروا إيه اللي حصل للشيطان اللي سرق الخاتم؟ يقال إن لما رجع سيدنا سليمان لقصره طلب الشيطان ولكنه اتمرد، وفي يوم من الأيام نام الشيطان نوم عميق فكتفوا أتباع سيدنا سليمان بالرصاص وودوه القصر. وابن عباس بقى بيقول لك إن سيدنا سليمان لما رد الله عليه ملكه خد صخر اللي خد ختمه ده اللي هو الشيطان وصنع عليه تابوت من رخام وحطه في التابوت ده وقفله بالحديد والرصاص وختم عليه بخاتمه ورماه في البحر وقال هذا محبسك إلى يوم القيامة. ولكن بقى العلماء والمفسرين المسلمين رفضوا الروايات دي رفض تام لأسباب. أولا إن الشيطان ما ينفعش يتمثل بالأنبياء الطاهرين ولا حتى يكون في هيئتهم. ثانيا لا يمكن يكون ربنا حصر الملك العظيم اللي اداه لسيدنا سليمان في خاتم، يعني ربنا مش محتاج انه يكون في شيء مادي زي الخاتم ده عشان يمنح الانبياء ملك عظيم، والحقيقه اني مع الرايين دول جدا. اما بقى الباحث والمفكر الاسلامي علي منصور الكيالي بيقول ان خاتم سيدنا سليمان مش خاتم بيتلبس في الايد، ده خاتم لفظيا وكتابيا وهو عباره عن جمله بسم الله الرحمن الرحيم. والدليل بقى على كده ان سيدنا سليمان لما ارسل رساله لمملكه سبأ للملكه بلقيس بدأ الرساله ببسم الله الرحمن الرحيم، وعرفت الملكه بلقيس ان الرساله دي من الملك سليمان. وبيقول الدكتور الكيالي ان كل سوره في القرآن الكريم في بدايتها خاتم سليمان وهي البسمله، وهو اللي اكمل البسمله بعد نوح عليه السلام اللي قال نصها. بيكمل الدكتور الكيالي وبيقول ان سيدنا سليمان بنى حضارته في قريه داخل البحر وما بناش اي حضاره او هيكل على البر، وغرقت الحضاره دي في البحر، وعشان كده مفيش في المكتشفات الأثرية أي أثر لحضارة سيدنا سليمان. ولكن بقى على الرغم من كل الآراء والروايات دي لسه لغز الخاتم موجود، والسؤال أين يوجد خاتم سيدنا سليمان؟ وهل هو فعلا حقيقة ولا خيال؟ مستنية رأيكم في التعليقات، وما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير للفيديو وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وتتابعوني على صفحة الفيسبوك والتيك توك والانستجرام. هسيب لكم كل روابط الحسابات في صندوق الوصف.